اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. وصفة جديدة لا غنى عنها من سحور رمضان. الوصفة سهلة وبسيطة، وفي طبق الفول الأساسي الرئيسي اللي لازم يكون موجود على سفرة رمضان في وجبة السحور. وجبة السحور وجبة أساسية وأمرنا الرسول بيها إن احنا نتسحر. فيا رب أعاده الله عليكم باليمن والأمن والأمان والسلامة. شهر العتق من النيران، شهر المغفرة، شهر السعادة، شهر الرحمة. 30 يوم أحسن 30 يوم في السنة كلها من العبادة والمغفرة والعتق من النيران. اللهم بلغنا كما بلغتنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم امين. ليلة من احسن الليالي، ويا رب يكون لنا فيها دعوة مستجابة ويكون لنا فيها عمل صالح. انا عملت طبق الفول الاساسي الرئيسي على الطبق على سفرة على السفرة في وجبة السحور. طلب مني كتير، المتابعين طلبوه اكتر مني اكتر من مرة مني اعمل الفول بطريقة روز. فانا عملته معاكم مرة قبل كده على القناة، بس حطيت تقريبا دقيق او نشا في الاخر، معلقة دقيق مع معلقة نشا كده، ونزلت بيها في الفول زي عربيات زي المحل العربيات اللي بتبيع الفول بالظبط. لا انا كروز ما حبيتش الوصفه، انا حباها بس فول بتنقعيه من بالليل. بتجيبي حبايه الفول كده وانقعه من بالليل واسيبه منقوع ليله كامله. في ناس بتنقعه 4 ساعات او 6 ساعات، انا كروز بحبه منقوع ليله كامله. الحبايه بتبقى اتشربت الميه ومش بتاخد وقت طويل في السوي. وبعد كده بشطف الميه بتاعه النقع وبغير الميه دي وبحط ميه جديده جدا او نظيفه. وببتدي بقى انزل ببصلايه بطماطميه والليمونه بوريكم. حطي ليمونه بحالها هتغير التيست بتاع الفول وهتخلي ريحته جميله جدا، وهتبقى مليالك المكان وهو بيستوي على النار. في حله محكمه او في اي بوله عندك محكمه الغلق حطي فيها. انا عندي الدماسه او الفواله بس كميه صغيره وبتاخد كميه قليله. انا عامله ما شاء الله لا قوه الا بالله كميه كبيره. فعملت في الحله المغلقه الغلق دي. بتخلص بقى من الليمونه بتفضل زي ما هي. بوريكم حبايه الفول ما شاء الله لا قوه الا بالله، فول زبده كهرمان فول. ما شاء الله هو جميل جدا، شكله جميل جدا، شكله بيشهي. الطبق ده كفيل ان هو يدي طاقه طول اليوم. اسيبكم بقى مع عايزه تديلكم المقدمه بتاعتها. ازيكم عاملين ايه؟ متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما ننزل فيديو تبقى اول ناس تشوفوه. ها جبتوا آه جبتوا سنين رمضان ولا لسه؟ اكيد جبتوها، احنا دخلنا في رمضان اهو. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية بألف خير يا رب وسعادة، ودايما في طاعة وعبادة الرحمن. أنا جبت الفول بتاعي بقى بعد ما خلص. بقى بصوا معلقة سمنة بلدي وشوحي فيه الفول ده، وانسي طبق فول زي ده بالسمنة البلدي. وده أول طبق معانا وهنركنه على جنب. الطبق التاني نفس الحكاية، بسمنة أو بزيت أو بأي حاجة انت بتحبيها. بتنزلي بالفول وبتحط عليه بيض مسلوق. البيض المسلوق بيودي الفول وبينقله نقلة تانية. طيب، عندي الطبق التالت من الفول. بجيب بقى فص توم او فصين من التوم، بصلة، طماطم متقطعة، كل ده متقطع، فلفل متقطع، ويا سلام بقى لو فلفل سبايسي. وبشوحهم على النار يستووا وتسبكوا كده مع بعض، وبعدين انزل بالفول بتاعي عليهم. برضو بيودي طبق فول في مكان، وكل طبق فول بتكنيك معين بطعم مختلف. كمان بنعمل طبق فول عادي اساسي جدا وبنحط عليه سلطة من فوق كده وبنسيبه، والسلطة بتكون فريش. ده برضو طبق فول عادي بيكون بايه السلطة الطبيعية. كمان طبق فول وعليه معلقتين طحينة بيودي الفول في مكان تاني. انا قلت لكم اكتر من افكار لاطباق الفول اللي ممكن تقدموها لافرادكم وافراد اسرتكم، ويا رب اكون افدتكم ولو بمعلومة بسيطة. الفول بقى بهارات الفول بيحب ايه؟ الفول بيعشق الكمون وبيحب الشطة وبيحب الليمون. ال3 انواع دول من البهارات هم بهارات الفول، يعني بنقلوه في مكان تاني.
فول، كمون، شطة، ليمون. ظبطي بقى ملحك يا ست الكل يا قمر، وقدمي اطباقك، وبألف هنا وشفا يا رب عليكم وعلى اي حد له نصيب واكل من الفول بتاعي. طبعا انا حبيت البي رغبه المتابعين بتوعي. اكتر من متابع او اكتر من متابعه قالت لي سالتني يعني عايزه طريقه الفول بتاع روز او كروز بتعمل الفول ازاي. انا بعمله فول وبس، مش بضيف عليه اي اضافات. في ناس بتضيف عدس، في ناس بتضيف رز، في ناس بتضيف حبوب الغله. لا، انا بحب الفول فول صافي بس. وده بس بعد ما خلصت الاطباق بتاعتي. طبق بقى بالبيض وطبق بالسمنه، وانا مرضتش اكتر عن كده لان هو لسه معمول طازه، بيبقى فريش وبيبقى جميل ومش محتاج اي حاجه، وشكله شاهي وجميل، وطعمه كمان جميل جدا. اعملوا لي بقى لايك واشتراك وادخلوا، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، واللي طالب اي وصفه معينه او اي سؤال معين يتسأله واجاوب عليه ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه ليكم. و آه، استودعكم الله، واتمنى لكم رمضان يكون احسن رمضان، يكون رمضان عام الفرج يا رب.